بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. الإمام علي عليه السلام لما نصدق بخاتمه وهو راكع بالصلاة، هذا أكبر دليل على ولاية الإمام علي بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الولاية ما تقتصر على المحبة والنصرة بس، لا، تشمل الولاية الحاكمة في التصرف بجميع شؤون الأمة. وبعد آية التطهير في سورة الأحزاب، بالله عليكم بحق منه نزلت؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية الكريمة تؤكد على عصمة أهل البيت وطهارتهم من كل رجس، والإمام علي من أحق وأخص أفراد أهل البيت بالعصمة، لأن العصمة شرط أساسي للإمامة والخلافة بعد النبي. في عيد الغدير الرحلة الأخيرة للنبي، ذاك اليوم تحددت به قيادة الأمة الإسلامية بحجة الوداع، كانت كلش مهمة، حجة عظيمة. طلع النبي من المدينة المنورة ويا آلاف المسلمين، وصاهم هواي أشياء وشرح لهم أحكام الدين، وكان يودعهم لأن حس بقرب الأجل. قال الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العلي العظيم. النبي بهذه الخطبة أكد على هواي أمور مهمة، وهي العدل، حقوق الناس لازم ما تؤكل، الابتعاد عن الظلم، هاي هواي أكد عليها الرسول، وكأنه كان يعلم أنه هذه الأشياء راح تصير من بعده. بنات غدير خم منطقة كانت تقاطع طرق، يعني كل الناس تروح بيها وتلتقي هناك، يعني شلون الناس تروح تجي نقطة غدير خم التقاء الناس، تقاطع، تمام. فهنا بهذه المنطقة نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بآية بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. هنا الرسول بعد ما تلقى هذا الأمر الإلهي اللي لازم يتنفذ فورا، النبي أمر الكل بأن يوقفون، حتى اللي تقدموا ورجعوا واللي تأخروا ولحقوا، كلهم جمعهم، والجو كان كلش حار والناس تعبانة من السفر. الناس من شافوا هذا التبليغ جدا مهم، رأسا سووا للنبي منبر من شدات الإبل، ووقف النبي عليها ورفع ايد الامام علي عليه السلام، بحيث كل الناس شافت هذه الايدين الكريمات وهي مرتفعة، وقال لهم: من كنت مولاه فعلي مولاه. تدرون بنات ليش النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عين الامام علي، وليش الله عز وجل اختار هذا الامر للامام علي؟ لان هو فخر، شخصيته كانت عظيمة بشكل ما ينوصف، بطولاته ماكو مثلها، ماكو بطل بذاك الوقت مثل الإمام علي، أسد الله الغالب، ماكو معركة دخلها إلا وكان النصر حليفها، ماكو فارس جابوه قدام الإمام علي إلا وإن انهزم. معركة بدر هاي أول معركة بالإسلام، المسلمين كانوا قليلين، الإمام علي سوى بها عجائب، قتل هواي من صناديد قريش. معركة أحد حتى لو المسلمين انهزموا بنهاية المعركة، الإمام علي كان هو الثابت الوحيد اللي دافع عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بكل قوته، كان يقاتل قتال الأبطال. بعد معركة الخندق، هاي المعركة اللي تجمعت بها كل القبائل على المدينة وهجموا على المسلمين، بطل الخندق بلا منازع هو الإمام علي عليه السلام. عمرو العامري هذا اللي كان عود معروف بشجاعته وقوته بذاك الوقت وما حد يجرأ يبارزه، الإمام علي طلع عليه وكسر راسه، قتله بضربة واحدة. هاي الضربة اللي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عنها: ضربة علي لعمرو
خير من عبادة الثقلين. حصون خيبر كانت حصون قوية ومستعصية على المسلمين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وفعلا نطاها للإمام علي عليه السلام، والإمام راح وشلع باب خيبر الضخم اللي كان يحتاجه هواي رجال حتى يحركوه يجي من مكانه، خلاه درع للمسلمين وسند إلهم وفتح الحصن. هاي معجزة بحد ذاتها. بعد معركة صفين، معركة الجمل، معارك هواي خاضها الإمام علي عليه السلام دليل على قوته، وكان عنده إيمان ما يتزعزع، إيمان بالله عز وجل عميق ومحكم، وهذا اللي خلاه يتحمل كل شيء ويسوي كل هاي البطولات. وهو أول من آمن بالرسول من الصبيان، كان طفل صغير آمن بالرسول وصدق برسالته وظل ملازمه طول عمره. طبعا النبي بعيد الغدير يختار الإمام علي، العدل من يختار. من شاف هذه التضحية والفداء اللي بالإمام علي، الإمام علي ضحى بنفسه هواي مرات من أجل الإسلام. ليلة الهجرة نام بفراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يحميه من المشركين. هذا إيمان لا يقدر بثمن، حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حب عميق، هذا انعكس على سلوكه وأخلاقه وتضحياته. باختصار الإمام علي هو مثل وقدوة إلنا كنا، شجاع وقوي وبطل وإيمانه صادق. كان من أعبد الناس، عبادته خالصة لله، يصلي ويصوم ويتصدق ويتضرع لله باستمرار. وأقوى شغلة عنده كانت القوة الروحية، من أهم النقاط، قوة حقيقية نابعة من تقواه وورعه وعدله وزهده بالدنيا. كان قوي بأخلاقه وسلوكه وما يهمه إلا الحق والعدل، وهالشي خلاه من أعدل الحكام. كان ما يفرق بين غني وفقير ولا قوي وضعيف، الكل عنده سواسية، يخاف الله بالناس. وبيش تجاز الإمام علي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هواي مصاعب ومؤامرات صارت ضده، بس بقى ثابت على مبادئه وعلى الحق. حتى لو كان وحيد قدر يكون قائد فذ، يعرف يدير الجيوش ويخلي الخطط ويحفز الجنود. كل قادة المسلمين بعد رسول الله استشاروا الإمام علي عليه السلام. الرسول من شاف القوة العقلية والفكرية العدة كان أذكى وأفهم الناس. الرسول قال بحقه: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. فكلكم سووا يا بنات بهالأثناء صلوا على محمد وآل محمد، وادعوا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأثبتوا حبكم وولايتكم للإمام علي بالتعليقات. كلكم سووا اليوم نريد نحرقه. كتبوا: أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله.